انا كنت بشتغل في شركه، وفي يوم رحت الصبح بدري لقيتهم طالبين فطار من غيري رغم انهم عارفين ان انا بفطر دايما في الشركه. قمصت وزعلت. متحاولوش، حايلوا عليا شويه فاتصالحت. وانا بفطر قلت اعدي على المكاتب التانية، فلقيتهم بيلموا من بعض علشان عيد ميلاد زميلتهم، وانا محدش قال لي بحجه ايه ان انا مش صاحبتهم. فاتقمصت وزعلت وصالحوني وعزموني. طلعت للمدير اسلم عليه، لقيته بيكلم مراته وبيحدد معاها ميعاد علشان يقابلها. دي بنت خالتي ما قاليش. فاتقمصت وزعلت. ما تحاولش، اتحايل عليا. فاتصالحت. وانا نازله من عند المدير عديت على عم كشري بتاع البوفيه، لقيته مغير سكر المحروسه وجايب سكر ابو قرنين. اتقمصت وزعلت. ما تحاولش. اتصالحت واداني كيس سكر. لسه ما لحقتش اتقمص من ام محمد مرات عشان مسحت السلم قبل ما انزل عليه، لقيتهم رفدوني من الشغل. فاتقمصت وزعلت. محدش هيصالحني. انا بحب جيراني جدا. في يوم روحت لقيتهم متجمعين في بيت رباب اللي في الرابع ومحدش قال لي. اتقمصت وزعلت. اتحايلوا عليا وصالحوني. وانا نازله لقيت تاليا اللي في التالت غيرت سفرتها وما قالتليش رغم ان احنا صحاب جدا. فاتقمصت وزعلت. ما تحاوليش، اتحايلت عليا فاتصالحت. وانا نازله لقيت تهاني اللي في التانية عازمه ولاد خالتها وما قالتليش رغم انها صاحبتي. فاتقمصت وزعلت. واتحايلوا عليا. لسه ما لحقتش اتقمص من الدور الاول لقيت نوتيفيكيشن على الموبايل ان انا اتطردت من جروب العماره على الواتساب، ومتفقين عليا وبيقولوا لي اطلعي بره عمارتنا يا قموصه. فاتقمصت وزعلت. محدش هيصالحني. بعد ما فاض بيا وخلاص اللقب هيلبس فيا، دخلت على جروب اعترافات قموصه وسالتهم هو انا كده قموصه؟ قالوا لي اه ده انت قموصه جدا. اتقمصت وزعلت. انا قموصه؟ انتوا اللي ما بتتحايلوش عليا.